شي من الناس تشوفوه يثني ركابي في الركوع، ذاك ما هو صالح. ركابي لا يهتموا على حالتهم اللي كانوا بها في حال القيام. الثانية لا هي تخلق من عند عطفة السروال، من عند الإحراق وهي للقدام، ولا هي تعود ما فيها ثانية ولا ذاك، معناها الظهر كامل والمحرد والرقبة لا يعودوا لكم متناظرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناظر إليه يعود إلى أن طرح عليه كاس من الماء ما ينكب منه شيء هو له. وهذه التناظرة حد ما تعلمها ما يقدر يعدلها. وهي طريقة هذه الصورة. شوفوا الإنسان في الأصل كان قائم. شو أنا الآن هذه هي قامتي الطبيعية كرعية، ما هم متباعدين حتى إلى تباعدوا حتى لا ينقصار عندكم، ولا هم متقاربين حتى إلى نعود ما نقاد نثبت. هي قامتي الطبيعية به اللي كرعية الآن بينهم قد اللي بين المناكبي، وصادين على جهة واحدة ومتناظرين، وركابية مرشقة. منين تلين أركع؟ لا هي نزلنا من هون من عند الحراقف مباشرة بذي الحال، تم ركابي لحالتهم. والظهر شفتوا الطريقة. خرصوا الآن اللي منكم قاعد يوقف لين شو شفتوا هذا؟ لا يتعود فيه اللحية تنزل شوية مع الرقبة لين إياك تمتد الرقبة، تنزل مع الرقبة للدورة شوي إياك تمتد الرقبة، ولا يعود شيء لقاه يخرص القدام، يعود يخرص تحت مباشرة به اللي وراك. ياسر الناس تشوف وراك ويتم يخرص القدام بالحلبال صحيح. هذا ما هو صالح به اللي هو أركعه هو كامل، يكون راسه مزار صادر قدام، ذاك ما هو ركوع. الركوع تنيت ويلا تصد تحت بكلي بكامل وانك تصاد تحت. كذلك اليدين في الركوع، هذول اليدين لا يتفرق اصبعهم اياك يثبتوا، تفرق اصبعهم ذي الحال على الاركاب الثنتين. شفتوا التفرقه هي لا يتثبتهم. كذلك مرافقهم لا هي يعودوا مقطع. انت سبحان الله منين تثنيهم ذي الحال انا قضيت حتى عن القدر اللازم، ومنين تقاربهم ذي الحال مولي الى داخل كذلك ان تكسر. معناها عنهم منين يتعدل ذي الحال هذا هو مسامكك الطبيعيه، هي اللي منين يعود مرافقك مقطع، ذاك مسامكك الطبيعيه. هم اللي لا تثني الاكتاف ذي الحال ذاك ينقص الاعتدال وتعود في حفره قد المحرم. ناظر الاكتاف اللي يعود ما في حفره فوقك، ولا تعود ثاني ظهرك كيف نوصل له رصف يثني ظهر، ذاك ما هو صالح. لابد من يعود ظهر مضغوط كامل. نحن عارفين عقالك شو من الناس يعود اصلا عنده فرك فازات والله ظهره في ثانيه، ذاك ما هو مخاطب يكون باللي قادر عليه. غير ياسر من الناس يشك عنه ما هو قادر على الروايه وهو قادر عليه، بل تتمونك عنده قاع. تمضر كذا الروايه اللي ما عدلوا الركوع لحالته يثنوا ظهورهم بدون حال، والله يقضوا رؤوسهم عدلوه ثالث كرعيهم، ما يقدروا يركعوا ركوع مونك، ولذلك لابد من يعجلوا ينقروا باللي الصوره ما يقدر يثبت عليها قاع شخص ما قبل لقذا. فهذيك هم اللي دنكس اللي شويه ذي الحال، ذاك ما هي حالك، ذاك ما هو حاله الركوع، ذاك نقر الديك ولا هو الركوع. الركوع لابد من يعود لحالته هذه اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم به، اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي. وراوركم من يتعدل بالحال يتمونك فيه الانسان وقد يثبت فيه فتره طويله ما احسن شيء به اللي لكم تناظرات والكرعين دافتين ولا حالتهم بالتوازن. شيخنا شو واحده من وصفات هذا بذي الحالة ما هو ركوع نهائيا، ولا يقدر الشخص يثبت لي. دورك ما تقدر انت تعطي لي دقيقتين بذي الحالة. لا ذاك ما هو ركوع قاع نهائيا. ذاك ما هو ركوع نهائيا. إذا هذا هو الركوع اللي ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسوي ظهره في الركوع فلا صلاة له. لا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع. أنا عنه تسوية الظهر فيه هي الركوع، هي حقيقته. لا بد من حد يسوي ظهره فيه. وهذا النوع لا يتدرب عليه الإنسان يتم يعدله ويقول لأخوته خرصوا لي هذا إلين ينعتوا له يقولوا له قضض هون ورقب هون إلين يعود يقدي يعدله لحالته. ورا هذا طبعا لا يرجع الشخص القيام، وقيام ورا الركوع ألا كيف قيامه الأول. وطبعا القيام فيه بعض الأفعال الأخرى اللي تخطيناها غير هي بها اللي ما هي أركان غير لابد من حد يقعد يعرفها. أولا رفع اليدين عن تكبيرة الإحرام، صورته أنت كنت واقف في الحال مستقبل القبلة واقف متهيأ، لا تنبذ الدنيا ورا ظهرك تزرقها ورا ظهرك مدة الصلاة. ذاك سوى عنك يديك بالحال لا تشوط بهم الدنيا بكياس، أنت ما تعدل الحال ولا تعدلها تونجر متينة ولا تعدل الحال، ويعود رؤوس أصبعك متقابلين مع أذنيك. هذا في حال تكبيرة الإحرام ولا عدل حد بالحال. كذلك هذه منين تفوت توقف
ذاك العصرية على قاسوشك وتدير عليها ذاك العربية، هذا اللي قالوا الوضع، والله تعدل هذه الحال قالوا القبض. وهذا الاثنين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدلهم. والسياني ما في فرق بيناتهم، الفرق بيناتهم ولا في الصورة واحد القبض فيه لا تكرد ذاك العصرية بذاك العربية. اليد العصرية لا بد من سعودية تحتانية دائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود هو قابض يد العصرية العربية بيد العصرية ووصل قام عليه ورقة بيده ذيك ودار هي التحتانية ودار الأخرى فوق. هذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم. معناها عن الصورة اللي مطلوبة في الشرع عن تعود اليد العصرية هي تحتانية وتعود اليد العربية هي الكاردة تبدي الحال. إلى عاد قبض لا تعود اليد كاردة فوق الكف وفوق الساق بالحال. ومنين يعود وضع لا تعود فوق الكف وفوق الساق وفوق شمن الجناح شمن الساعد بالحال. لكن ما هو صار واحدين تشوفهم يعاقبوا مرافقهم يدير يدهم مرافقوا يديروا مرافقوا الأخرى بالحال، هذا ما هو قبض. واحدين تشوفهم يديروهم على حلوقتهم في حد لا يخنق راسه، ذاك ما هو قبض. واحدين ملي يقضوهم تحت حتى ذاك اللي عاد تحت السرة بالحال، ذاك يقد يعدل في حالة حد بطين حد بكرشه يقد يديرهم بالحال تحت السرة. غير السنة لا الصدر، الصدر معناها اللي فوق السرة، ولا هم اللي لاحق المنحرهم لا هذا القاشوش حق دلاهم ذي الحال. انقص أجره يغير صلاته صحيحة الأجر انتقص قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وأفضل ذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل اللي اختلهم الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قد حد شافه ساد يديه في الصلاة، ما قد حد شافه ساد يديه في الصلاة. الله يكردهم ذي الحال في حال قيامه والله يقبض ولا يوضع يعدل الوضع ذي الحال. معناه هذا هو اللي تم حد يعدل، وهذا فائدته كبيرة. اللي انت منين تسدرهم لا يتم تحك ولا يتم ويديك حراك تقدم إله وتكرد إله وتدلي لكم مترقب. هذا منين تقبض لا يتعود بعد يدك مش صولة يديك واحدات الشيء لا ينشطنوا عنك يديك بذاك الوقت. إذن هذا واحد. الركوع اللي منين تلا تركع عند منين تلا تنحني له ترفع يديك غير ذاك الرفع ما لا بد من يعود يلحق بلد منين يلحقوا ليدين عن تكبيرة الإحرام يقد يعود رفع دون ذلك قد المناكب والله فوق ذاك شوي والله قد المزاسي بالحال رفع دون ذلك. ورا الركوع قلنا الرفع منه، وهذا الرفع منه ليدين فيه لا تريد ترفع من الركوع واللي لا ترفعهم. كيف الرفع للركوع؟ ومنين تلت توقف ما لا بد من تقبض، لا بغيت تقبض ولا بغيت ارسل يديك في الوقت اللي ما لك قاري فيه اللي هو القيام الثاني اللي هو بعد الركوع، لا بغيت تقبض فيه لا بغيت تسدل. ورا ذاك السجود اللي لا بد من حد يأديها لهيئته. والسجود في الأصل معناها الانكباب، معناها حد يبرك. وهذا هو اللي قال الشاعر قال بجيش تظل البلق في حجراته ترى الأكم منه سجدا للحوافر. ترى الأكم جمع أكمة اللي هي الحجرة الكبيرة القارة تشوف يخبطوها حوافر الخيل